ازيكم يا بنات؟ عملنا مع بعض صابون بلدي النهارده من كوبايتين زيت. تعالوا بس نسمع الاول الصوت بتاعه. زي ما انتوا شايفينه كده صلب ازاي. ده بعد ما عملته ب3 ايام بالظبط. قد ايه هو ناشف ولونه فاتح كده. وكمان من كوبايتين زيت هنعمل 20 قطعة صابون. انا عملت 20 قطعة. بس قبل ما ندخل على المقادير لازم اوريكم طبعا رجوة الصابون بتاعنا دي. سبونشة يعني عندي ناشفة ما فيهاش صابون ولا اي حاجة. وهبتدي دلوقتي ان انا اوريكم الرجوة بتاعة الصابون قد ايه. وهو كمان لسه معداش عليه غير 3 ايام بس. هو المفروض الصابون احنا بنستخدمه بعد 40 يوم من ان انت تعمليه، يعني عشان خاطر البطاس بتاعه يكون اتبخر، وكمان الرجوة بتاعته بتبان اكتر بعد ما بينشف. يلا بينا ندخل على المقادير. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو. عندي نص كوباية كده من المية. في عندي خطوتين غلط انا عملتهم، بس طبعا صلحتهم وهقول لكم هما ايه عشان خاطر ما تقعوش في نفس الغلط اللي انا عملته. بس لما يجي وقتها، عندي هنا نص كوبايه الميه هحط عليها 4 معالق كبار هرميين من الصودا الكاويه، او الحجر تسليك المجاري، او مش عارفه بالظبط بيبقى ليها كذا اسم، او القطرونه. طبعا زي ما انتوا عارفين كل واحد في بلده عارف اسمها ايه. هدوبها كده وهتسخن جامد قوي في الكوبايه، وهبتدي ان انا اسيبها لغايه لما تبرد خالص. زي ما انتوا شفتوا انا شلت ايدي على طول لاني حسيت ان الكوبايه سخنه جدا. ودوت بيثبت ان الصودا بتاعتك جديدة يعني وكويسة وهتتفاعل معاكي كويس جدا. عندي قشور كده من الليمون شايلاها في التلاجة، بحتفظ بيها في الفريزر للوصفات بتاعة الصابون. هحط حبة منهم كده وهنزل عليهم باللتر كده من المية، او يعني اقل من لتر المية. انا هستخدم كوباية واحدة من قشور الليمون. وهقول لكم الغلطة هنا هي ايه. ادي كوبايتين الزيت اللي انا هستخدمهم النهاردة، هصفيهم كده بمصفى كويس جدا. ده مش زيت يعني ده زيت مستعمل مش زيت جديد. تقدري تستخدمي اي زيت متاح عندك اذا كان جديد او مستعمل، بس الزيت المستعمل بيكون التصلب بتاعه اسرع من الزيت النضيف اللي لسه ما استعملتوش وما حطيتوش على النار. هبتدي انزل كوبايتين كده من الزيت. وهنا الغلطتين يعني الغلطة اللي انا عملتها هي ان انا حطيت كوباية من عصير سلق الليمون. المفروض ان انا احط نص كوباية بس مش كوباية كاملة. دي اول خطوة عشان خاطر ما ياخدش معاكي تقليب كتير، وهياخد وقت على ما يتقل يعني كده ويبقى يوصل للتصلب بتاعه. حطيت كوبايه صغيره خالص او ربع كوبايه، كوبايه الشاي العاديه ربعها كده سكر بيزود الرغوه، وكمان بديل الجليسرين. هنزله على الزيت وميه سلق الليمون اللي انا حطيته. وكمان حاجه، ما ينفعش تحطي ميه الليمون وهي سخنه وانا حطيته وهو سخن. ده هيخليه ياخد وقت معاكي في ان هو يتصلب بسرعه. دول الغلطتين اللي انا قلتلكوا عليهم يا بنات. حاولوا ان انتوا ما تقعوش فيها وتستنوا ميه الليمون ديت لغايه لما تبرد. انا زي ما قلتلكوا في الاول حطيت 4 معالق من البطاطس، بس عشان انا حطيت معلقه كبيره، حطيت اقصد كوبايه كبيره من عصير ميه الليمون، فهحط كمان معلقتين بطاطس بعد كده. لكن لو هتحطي نص كوباية مية، ما تستخدميش غير ال4 معالق صودا اللي احنا قلنا عليهم بس. عندي هنا كان عندي صابون سائل، بس ده كان صابون خفيف، اخدت منه نص كوباية بس لاني هضيف مكون تاني. لكن لو المكون التاني اللي انا هقولك عليه انا هحط مسحوق بودر. لو ما عندكيش تقدري تحطي كوباية كاملة من الصابون السائل المتاح عندك. انا هنا زي ما قلت لكم استخدمت معلقتين تانيين من البطاطس عشان خاطر لقيت ان كوبايه ميه الليمون كانت كتيره، فزودت معلقتين كمان من البطاطس. هدوبهم في ربع كوبايه كده من الميه، وبعد كده هنزل بيهم على المكونات اللي عندي. هتقولي لي هو لسه ما بردش؟ خلاص انا كده كده حطيت الصودا الاولانيه كانت بردت، فالصودا التانية ديت حتى لو سخنة مش هتغير ريحة الزيت في اي حاجة. هناخد بقى المكونات بتاعتنا دي تقليب كده محترم، هنقعد نقلب فيها لغاية لما توصل معايا لقوام المهلبية كده او قوام الكريم شانتيه.
دي معلقة كبيرة كده من المسحوق البودر. ابتديت ان انا احطه كده على المكونات بتاعتي عشان بس يدي ريحة حلوة كده للصابون، وفي نفس الوقت يزود شوية من الرغوة بتاعته. طبعا التقليب الكتير ايديا وجعتني، ف انا كمان بقلب من، يعني انا بقفل معاكم الفيديو وبقعد اقلب فيه عشان خاطر يعني ما يتصلب على طول. ولما ايديا وجعتني ابتديت ان انا استخدم المضرب الكهربائي بتاعي. عندك هاند بلندر، عندك مضرب كهربائي زيي، ايديكي موجودة الحمد لله، يعني مفيش مشكلة. قلبي، اطلعي من المطبخ وادخلي تاني قلبي وارجعي كده زي ما انا بقولك كده. انا دلوقتي حطيت ايه؟ حطيت معلقة صغيرة كده من ملح الطعام، ملح الطعام العادي مش ملح الليمون. وده كان لون اصفر عندي، كان بتاع صابون سايل، فحبيت ان انا استخدمه. بس المشكلة ان الزيت بيشرب الالوان، فمش بيدي اللون اللي انت بتحطيه. فانا حطيته وقلت هجرب، ادى لون تمام، مداش خلاص. في خطوة تانية يا بنات انا نسيت اقول لكم عليها، انا حطيت معلقتين من الدقيق، معلقتين بس من الدقيق، عشان خاطر يبقى الصودا كده، عشان انا كمان زودت الصودا تبقى خفيفة كده على ايديكي، وكمان ما تحرقكيش. معلقتين بس من الدقيق. بس المقطع ده معلش انا اسفة والله ما تصورش، انا كنت فاكره ان الموبايل بيصور، طلع بس ايه، ما بيصورش في المقطع ده. طبعا زي ما انتوا شفتوا القوام اللي انا عايزاه وصلته للقوام ده. معلقتين بس من الدقيق يا بنات اللي انا حطيتها، ما زودتيش صودا، وعملتي مقدار ميه الليمون نص كوبايه. ما تحطيش دقيق خالص. تمام. انا قصيت بقى العلبة بتاعه اللبن. عندك علبة لبن، عندك علبة عصاير، عندك قوالب سيليكون، عندك صاج ممكن تحطي فيه، صينية قديمة، اي حاجة. بس انا حبيت المرة دي ان انا اعملها لكم في القالب بتاع اللبن كده، عشان بيطلع شكل الصابونة شكله حلو. ابتديت ان انا املاه، وسبت بس اول الطرف بتاعه كده مش مليان، عشان خاطر ما يطلعش يعني وانا بمسكه كده وهو لسه طري او هو لسه سايل يتكب منه. نضفته بقى من بره العلبة كده، ودي عندي غطا علبة قديم عندي، هستخدمه للحبة الموجودين لاني ما عنديش قوالب صغيرة. هحط بس فيه كيس من البلاستيك عشان يسهل عليا ان انا لما اجي اطلع الصابون بتاعي يبقى سهل معايا ان انا اطلعه. طبعا لو لسه مكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت ما تبخليش عليا بلايك. والله والله اللايك مش هيغرمك حاجه، مش هتدفعي عليه فلوس ولا اي حاجه، بس هو بيشجعني اني اكمل، واكيد الوصفات بتعجبكم، وكمان عشان غيرك يشوف الفيديو. ويا ستي اعتبريها عاديه منك كده بمناسبه رمضان ان انتي بتحطي لي لايك حلو منك. اتمنى يا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، واعمل فيديوهات كتير تعجبكم وتنور رضاكم. حطيت بقى المكونات كلها وضربت العلبة كده على الرخام ضربتين، تطلع بس فقاعات الهواء كده على الوش، وسبتهم بقى على جنب لغاية لما يمسكوا نفسهم. دوت شكل الصابون تاني يوم. تاني يوم يا بنات، مش يعني مش بعد 3 ايام، ده تاني يوم. ما انا صبيته، يعني انا كنت عاملاه بالليل بعد الفطار، وبعد كده عملته وسبته لتاني يوم بالليل، يعني انا برضو كده بصور لكم بعد الفطار. تمام. ده شكله بصوا بقى متماسك ازاي، بس برضو لسه طري. انا حبيت ان انا اقطعه وهو لسه طري عشان خاطر ما يتعبنيش بعد كده لما ينشف وما اعرفش اني اقطعه، وفي نفس الوقت عشان الجهة التانية من الصابون كمان تنشف، والفه كده وارصه على الصينية عشان ينشف كله زي بعضه. قطعت بقى الشكل اللي انتوا شايفينه اللي كان في العلبة دوت بالشكل ده، وهرصهم في الصينية، وبعدين نرجع مع بعض نقطع اللي في العلبة الكبيرة. هنا علبة العصير بقى، حبيت ان انا كنت قاعدة بحاول ان انا اقطعها كده وكانت مغلباني بس شوية. جبت بس المقص وابتديت ان انا اقص كده العلبة، وبعد كده بتبتدي ان انتي تفتحيها بايدك. هقطعها كلها، وبعد كده هرجع اوريكم القالب من جوه بتاع الصابون شكله عامل ازاي. ده شكل القالب بتاعي بعد ما قطعته، فكيت منه الورق يعني، وبقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. العلبتين يا بنات عملوا معايا 20 قطعة من الصابون. يعني صابون القطعة بتاعته كويسة، حجمها مش صغير وفي نفس الوقت مش كبير قوي.
وكمان بمكونات سهلة جدا، وهما كوبايتين بس من الزيت اللي انا استخدمتهم النهاردة عملوا معايا 20 قطعة من الصابون اهو زي ما انتوا شايفينه كده. لو عندك كوبايتين زيت قومي بقى اعمليهم وهاتيلك، يعني انتي لو جبتي ب5 جنيه من البطاس هيعملوا معاكي ال4 معالق اللي انا عملت بيهم الصابون بتاعي. ده بقى انا كده قطعته، هسيبه لغايه لما ينشف خالص، هرجعه تاني في البلكونه. وده الصوت بتاعه. اوريكم الرجوه تاني عشان خاطر تتاكدوا وتجربوه كمان على ضمانتي، وتكتبولي في الكومنتات كده ايه جربتوه وطلع شكله عامل ازاي، وطلع ايه التجربه بتاعتكم معاه. ده كده الرجوه بتاعته والله يا بنات قبل ما يقعد يا دوبك هما 3 ايام بس نشف بالشكل دوت ووريتهولكوا. يعني المفروض كمان لسه انا هسيبه لغايه لما يكمل 40 يوم. وبصوا الرجوه بتاعته قد ايه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وتجربوه. مع السلامه.